أهلا بيكم شباب في قناة جمال رمضان. النهاردة الحلقة الثالثة في كورس ال HTML للمبتدئين، وتعالوا نبدأ مع بعض. المرة اللي فاتت احنا اتعرفنا على بنية ال HTML بتتعمل ازاي. هو اننا كنا بنعمل shift ونمبر 1 اللي هو علامة التعجب عشان يبدأ ان هو يعمل لنا الاستراكتور بتاعة ال HTML، وفي الآخر كده جينا عملنا H1 وكتبنا جوه منها عنوان. الفترة اللي جاية يا صديقي هتسمع عن التاج وحاجة تانية الإليمنت. يعني إيه يا جمال التاج ويعني إيه الإليمنت؟ طيب ممكن نرجع تاني للمثال بتاع ال H1 اللي قدام مننا ده. هنلاقي يا صديقي إن موجود عندي أنجل براكت ومكتوب H1 وبعد كده مكتوب هيدنج وبعد كده معمول أنجل براكت سلاش H1 أنجل براكت. طيب الجزء اللي في الأول اللي هو الانجل براكت H1 والجزء اللي في الآخر اللي هو الانجل سلاش H1 انجل ده، دول عبارة عن حاجتين. طيب ايه هم؟ عبارة عن الاوبن تاج والجزء اللي في الآخر ده الكلوز تاج اللي هو العلامة الافتتاحية والخاتمة بمعنى أصح. طيب ايه هو الجزء اللي في النص ده؟ انا بعمل فيه ايه؟ ده الجزء يا صديقي اللي احنا بنحط فيه الكونتنت بتاعنا. يعني انا بكتب الجملة ان انا عايزها تظهر كعنوان، وليكن مثلا جملة الفهرس. فجملة الفهرس دي لما تيجي تتحط في ال H1 هتبقى بولد وكبيرة. تمام؟ فاحنا لحد دلوقتي احنا اتعرفنا على الاوبن تاج وتعرفنا على الكلوز تاج، والجزء اللي في النص هو الكونتنت. طيب امال ايه هو الاليمنت؟ هو انا شايف ان انت عملت الاوبن تاج وعملت الكلوز تاج وعملت الكونتنت. الاليمنت يا صديقي هو عبارة عن الهيكل الكامل للجزء اللي احنا شايفينه قدام مننا ده، ان هو مكون من الاوبن تاج والكونتنت والكلوز تاج. يبقى احنا كده لحد دلوقتي اتعرفنا ايه هو التاج وايه هو الاليمنت. طيب نيجي بقى لموضوع حلقتنا الاساسي النهارده وهو الهيدنج elements. الهيدنج يا شباب هي مكونة من أول ال H1 لحد ال H6. طيب برضو جمال أنا مش فاهم إيه ال H1 ال H2 ال H3 ال H4 ال H5 ال H6، إيه الفرق اللي بينهم؟ الفرق اللي بينهم يا صديقي إن عندنا هنا إن ال H1 هو أكبر خط في العناوين، يجي بعد منه ال H2، يجي بعد منه ال H3، يجي بعد منه ال H4، بعد كده ال H5، وآخر حاجة عندي هي مين؟ ال H6. يبقى لو جينا نسأل نفسنا كده في العناوين هنلاقي إن أكبر حاجة عندنا في العناوين هي ال H1، وأصغر حاجة هي مين؟ ال H6. وتعالى كده مع بعض نبدأ نراجع على الجزء اللي فات اللي هو بتاع البنية، ونبدأ نشتغل على الهيدنج عملي. طيب دلوقتي يا شباب انا فتحت الفيجوال ستوديو كود على فولدر اسمه هيدنج. تمام، وهنبدأ ان احنا نعمل مع بعض فايل ال HTML. طيب كنا بنعمل فايل ال HTML ازاي؟ جينا اتفقنا ان احنا عندنا الجزء اللي هنا ده في جنب منه ايكون اسمها ايه؟ اسمها نيو فايل. فبضغط عليها واكتب اسم الفايل بتاعي وليكن مثلا heading دوت heading دوت HTML بالشكل ده. تمام. طيب اتفقنا عشان نعمل الاستراكتور بتاعت ال HTML بنعمل ايه؟ بنعمل shift ونمبر 1 وبنختار السنجل. فبدأ ان هو يعمل لي البنية بتاعت ال HTML، وهنبدأ مع بعض ان احنا نعمل ال H1 مثلا hello world، وهاجي بعد كده اعمل ال H2 وهكتب هنا نفس الجملة مثلا hello world. هاجي مثلا اعمل H3 وليكن مثلا هنا هلو جمال. مثلا H4 هلو محمد. هاجي اعمل بعد كده ال H5 اللي هو محمود مثلا.
وهاجي اعمل اخر حاجة هي ال H6 مثلا، اللي هو وليكن سعيد مثلا. طيب لو جيت دلوقتي اتفقنا ان احنا عشان نقدر نشوف الكلام ده على البراوزر بنعمل ايه؟ نعمل الرايت كليك ونروح للأوبن ويز لايف سيرفر. فبعد ما رحت على الأوبن ويز لايف سيرفر هلاقي إن هو موجود عندي بالشكل ده، ولو جيت أشوف العناصر اللي قدام مني دي من خلال الانسبكت هلاقي إن ال H1 أهو أكبر حاجة، عندي ال H2 ال H3 وال H4 وال H5 وال H6، إن ال H1 أكبر حاجة وإن ال H6 هو أصغر حاجة. يبقى لحد كده احنا اتعلمنا مع بعض النهاردة ايه هي الاوبن تاج، ايه الكلوز تاج، ايه هو الكونتنت، يعني ايه element، وراجعنا على بنية الاستراكتور بتاعت ال HTML، وبدأنا ان احنا نعمل العناوين بتاعتنا اللي هي الهيدنج من اول ال H1 لحد ال H6. هنا ده الدرايف بتاعي، هسيب لكم عليه الزيب فايل بتاع حلقة النهاردة، هيبقى موجود فيه الفايل اللي احنا شرحناه مع بعض، زائد ان هيكون فيه تاسك تقدر تنفذ عليه في اي وقت. طيب انا كل اللي انا هعمله ان انا ممكن اعمل داونلود من هنا، تمام، واروح اعمل اكستراكت للهيدنج ده، تمام. طيب لما هاجي اعمل له اكستراكت كده واروح على الفيجوال ستوديو كود بالشكل ده، الجزء اللي احنا اشتغلنا عليه مع بعض النهارده، وهنلاقي عندنا فايل اسمه task.html، ده الجزء اللي هيبقى فيه علينا التاسك بتاعنا. انا عندي مثلا الكتاب ده، وعندي الفصل الاول، الدرس الاول ده جواه محتوى رقم 1 والمحتوى رقم 2، بعد كده عندي الدرس التاني، بعد كده الدرس التالت، بعد كده ارجع تاني للفصل التاني، عندي 3 دروس، عندي الفصل التالت، الدرس الاول والدرس التاني، والدرس التاني مثلا فيه محتوى زيادة، وبعد كده عندي الدرس التالت. طيب هبدأ انفذ الكلام ده على اساس ايه؟ على اساس الصورة اللي قدام منك دي يا صديقي. هبدأ بقى إن أنا أقسمهم، مين H1، مين ال H2، مين ال H3، مين ال H4، وهكذا. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى إن أكون فدتكم. ما ننساش نعمل لايك وشير لو المحتوى عجبنا، نعمل شير لزمايلنا عشان خاطر يستفادوا، ما ننساش نعمل سبسكرايب عشان يوصل لنا الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير الحلقة الجاية.